سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء استهلها بالعناوين. أنشطة تشجير واسعة في دباروها. دعم للمحتاجين بما يقدر بربع مليون نقفة في مديريتي دلقمحري وكرم. أنشطة لنظافة البيئة في 7 قرى بمديرية أفعبت. اتفاق شامل بين طرفي النزاع في ليبيا حول معايير تولي المناصب السيادية. أول اتفاق تجاري بعد بريكسيت تتوصل إليه لندن مع اليابان. واستمرار احتجاجات على عنف الشرطة في عاصمة كولومبيا. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم سكان قرى غزلامزة ودباروا وعدلوغو وعدي كوبولو في مديرية دباروا بأنشطة تشجير على ضفاف وادي مرب. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية دباروا السيد ياريد هبتقرقيش أن أكثر من 220 ألف شتلة أشجار تم زراعتها مسبقا هذه السنة تنمو جيدا. وأشار إلى أن الملايين من شتول الأشجار التي تم غرسها في السنوات الماضية عبر برنامج العمل الصيفي الطلابي نمت، وإمكانية تكاثرها كبيرة لإيجادها الرعاية والحراسة. ودعا المزارعين للتعاون مع مكتب وزارة الزراعة والإدارة للحد من انتهاك الأراضي المحمية. وقال أحد المشاركين في عملية التشجير إنه قام بغرس 100 شجرة على ضفاف وادي مرب ويقوم بالعناية بها. شهدت مناطق زبان انقب ودنقل ومدينة دقمحري في مديرية دقمحري بمناسبة عيد القديس يوحنا تبرعات مالية وعينية تقدر ب233 ألف نقفة. بموجب ذلك وزع 78,500 نقفة للمحتاجين في منطقة زبان انقب و41 ألف نقفة للمحتاجين في منطقة دنقل. كما ساهمت كنيسة مدهن ألم في دقمحري بتبرع مالي وزرع قدرت بحوالي 40 ألف نقفة وتم توزيعها على المحتاجين. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بتوزيع 63 ألف نقفة للمحتاجين وكبار السن وأسر الشهداء والشيوخ والعجزة الذين ليس لهم راع والمقيمين في القطاع الثامن في إدارة رقم 4 بمدينة كرن، و10,500 نقفة للمحتاجين في القطاع الأول في ذات الإدارة. من جهة ثانية قام أعضاء الفرقة 52 القدامى من المناضلين بالتعاون مع إدارة مديرية دقمحري بصيانة نصب تذكاري للشهداء. قامت 7 قرى في ضواحي نارو أنس وقلبوب وكبكب وقادم حليب وقبقب بمديرية أفعبت بإصحاح بيئتها وحصلت على الشهادات التقديرية من وزارة الصحة. وذكر المهنيون الصحيون إن هذا العمل نتاج التوعية الصحية المنتظمة لضمان الصحة العامة بإصحاح البيئة. وأفادت لجنة إصحاح البيئة في المديرية أن العمل جاري لإعلان 48 قرية في 14 ضاحية في المديرية إصحاح بيئتها حتى 30 من نوفمبر 2020. يعمل سكان ضاحية قلاس وأشرها بمديرية حقات بصيانة الطريق الذي يربط القريتين بعد انجرافه بالسيول. وأوضح السكان أنهم ينفذون أعمال صيانة جيدة بتنظيم قوي. وأفادت إدارة مديرية حقات أن أعمال الصيانة ستستمر لمسافة 40 كيلومترا إلى شباق وعد عمر. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. توصل طرفا النزاع في ليبيا في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها بحسب البيان الختامي للاجتماع. ووفق وسائل إعلام ليبية فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.
وضمت المحادثات وفدا يمثل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، وآخر يمثل السلطة الموازية في شرقي البلاد. كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. وناشد الطرفان في بيانهما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. أعلنت بريطانيا أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان في أول اتفاقية كبيرة تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكسيت. وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان أن المملكة المتحدة أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع اليابان، وهو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة، موضحة أنه يفترض أن يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان بما يقدر ب 15.2 مليار جنيه استرليني. وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانيا واليابان خلال اتصال جرى عبر الفيديو بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليزا تروس ووزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو. ويعد اتفاق أوسع بين الاتحاد الأوروبي واليابان داخل حيز التنفيذ العام الماضي، ولم يعد ينطبق على بريطانيا منذ 31 من ديسمبر أساس الاتفاق الحالي بين لندن وطوكيو. خرج المحتجون لشوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا لمواصلة احتجاجات على وحشية الشرطة تحولت إلى العنف وأسفرت حتى الآن عن سقوط 9 قتلى. واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة المحامي خافير أوردونيز هذا الأسبوع. وتجمع نحو 300 محتج مجددا بعد ظهر الخميس أمام مركز شرطة في بيالوس اقتيد له المحامي قبل وفاته وتعرض لتلفيات كبيرة. ورشق عدد من المحتجين أفراد الشرطة بالحجارة، فيما استخدم البعض رشاش الطلاء لرسم جرافيتي على دروع مكافحة الشغب. وقتل 9 منذ اندلاع الاحتجاجات في بوغوتا ومدينة سواتش النائية، وأصيب المئات من المدنيين وأفراد الشرطة. وقالت كلوديا لوبيز رئيسة بلدية بوغوتا إنه يتعين على الناس العودة إلى منازلهم بحلول المساء لتخفيف التوتر. تداولت مواقع خبر خضوع مواطن مصري لعملية جراحية في قصر العين في القاهرة، حيث أخرج الأطباء من بطنه لفافات من الأوراق النقدية للعملة المصرية. ونقل موقع عين مصر على الإنترنت إفادة الدكتور عبد الرحمن مصطفى المعيد في قسم الجراحة في المستشفى أن اللفافات الأربعة تبلغ قيمتها 6500 جنيه مصري. وقد تم استخراج الأوراق النقدية من بطن المريض الذي كان يعاني من الألم، والذي صرح إنه ابتلع الأوراق النقدية على مراحل، وقد تسببت له على ما يبدو في التهابات حادة في الأمعاء، وهو ما استوجب ذهابه إلى المستشفى. واستغرقت العملية الجراحية 4 ساعات، ولم تعرف الدوافع الحقيقية وراء إقدام الرجل على ابتلاع كل هذه الأوراق. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرثية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.